السلام عليكم ورحمة الله. مع الإعلامي وليد فراج، شو قال عن النادي الأهلي في مواجهته مع اتحاد جدة بعد الهزيمة الثقيلة؟ نسمع كده الإعلامي وليد فراج في بطولة كأس العالم. يعني ايش ترجعها؟ يعني ماذا اقول لتخفيف ما حدث؟ يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. انا كنت بمزح بس. يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثة؟ يا ساتر يا ساتر. لا بنهزر فعلا بنهزر، يعني احنا اسفين يعني نتراجع. الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى؟ لازم الاهلي؟ مش لا طبعا فاكر مفيش اسمه حل، احمر مش ده انت اللي جبته لنفسك اللي يوم حضر النسر العفريت الصوتي. كده حلق في سماء جده وفين وجعك ما تسمع الا وزيو واحد، زيو اثنين، زيو ثلاثة. بس كويس انها ثلاثة، يعني في تقدم. طبعا في عشان الهلال تقدم شال في 4 في كأس النتائج. العالم. ما تقدر تقول والله المباراة تحكيم ايش؟ لا ما مش يعني حتى التحكيم ما مش هتلاقي عذر. اصلا كانت في لعبة مش عارف ايه، ما برضه ما تتلم. فرقة عظيمة، فرقة عظيمة والله. الاهلي فريق عظيم، فريق عظيم يعني. طب ما ده أحسن وغصب تجيبها عنك. كده توديها كده تدور لك عذر. فرقة فارقة مش ده الفريق اللي انت اتريقت عليه قبل انت كده؟ جايب بنزيما وكانتي وعبد الله وسعيد ومحمد وكل الشله ما في. والله يا اخي فرقه الاهلي دي فرقه فيها روح، فيها حيويه، فيها حياه. يمكن هذا سر عظمه النادي الاهلي والجماهيريه العظيمه اللي موجوده له في مصر وفي الدول العربيه. كويس ان انت عرفت ان انت ما الاهلي تتريقش على المصري الاهلي نصف بعد كده. نهائي كاس العالم، حدث كان الكل يتوقع انه لا احنا يعني المستضيف الاتحاد راح يروح لدور نصف النهائي. لا لا لا، على فكره الاتحاد كان كعبه عالي على الاهلي وعنده ده نتائج كان زمان يا تاريخيه حاج. احسن من الاهلي. اليوم جاء الاهلي سدد كل الفواتير، قال لك تعال انت حسابك كام؟ خذ ها